الجنيه المصري بيستقر أمام الدولار الأمريكي ليسجل 49 جنيه و19 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم، والنهاردة بنتكلم عن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك المصرية بعد انتهاء أجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء، 49 جنيه و19 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 49 جنيه و5 قروش للشراء، 49 جنيه و19 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 49 جنيه للشراء، 49 جنيه و18 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 49 جنيه و2 قرش للشراء، 49 جنيه و16 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 49 جنيه و1 قرش للشراء، 49 جنيه و17 قرش للبيع. مش عايز أطول على حضراتكم، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن أخبار الدولار أول بأول. مع السلامة.